الفراخ المحشية دي عقدة ناس كتيرة جدًا، يا إما الفرخة بتفرقع والحشو بيطلع برّه، أو الحشو بيطلع معجن أو مش مستوي، أو الجلدة بتطلع معانا برّه، وهي الحقيقة أكلة حلوة أوي ما ينفعش ما نكونش ما بنعرفش نعملها. هاعملها النهارده معاكم بأسهل طريقة وهتطلع معاكم 5 نجوم من أول مرة إن شاء الله. هاسمي الله وهاجيب معايا بصلاية وطماطماية وملح وفلفل وليمونة. هادعك التتبيلة دي بإيدي كويس أوي وهاحط عليهم شوية دبس رمان. التتبيلة دي أنا هاتبل بيها الفرختين. دول فرختين معايا، فراخ بيضة وزن الفرخة حوالي كيلو 600، ممكن كيلو ونص، كيلو 600 كده يعني. ورقت كده بين الجلد واللحم، لو مش هتعرفي كده تفصلي بين الجلد واللحم خلي بتاع الفراخ يعملهولك. وهسيبهم في التتبيلة أقل حاجة نص ساعة، لو من بالليل للصبح كمان يبقى أحلى. جبت كده حلة فيها معلقتين سمنة وربع كوباية زيت وبصلتين. قلبت كده البصلاية لحد ما دبلت، وبعد كده نزلت بالقناصة الأول عشان القناصة بتاخد سوا أكتر من الكبدة. قلبتها شوية كده لحد ما غيرت لون، وبعد كده نزلت بالكبدة وحطيت عليه ملح وفلفل وبهارات وقرفة ومكعب مرقة. ونزلت عليه ب3 كوبايات رز مصري مغسول، رز مصري عادي خالص، ونص كوباية زبيب. وهحط عليه 3 كوبايات مية مغلية. ركزوا معايا قوي في تكة السوا عشان ده بيفرق ان هو يطلع مفلفل في الفراخ. غلوة واحدة بس على النار، وبعد كده سبته 10 دقايق على نار هادية. خلاص، وخدت نص كمية الرز، وهقول لكم دلوقتي واحنا شغالين ليه. خدت نص كمية الرز بس وسبته لحد ما برد خالص، وبعد كده حشيت الفرخة. حشيت الفرخة كويس أوي من جوه. هارجع لكم على حكاية حتة الرز بس أما أكمل لكم بس حشو الفرخة. حشيتها كويس أوي من جوه بعد ما برد. لكن الحتة اللي تحت الجلد دي بحشيها بسيط خالص، ولازم أريح الحشو كده بإيدي، ودي أهم معلومة في فيديو النهاردة. عشان ما تفرقعش، يعني احشي الفرخة كويس من جوه، لكن الحتة اللي هي تحت الجلد بالرقبة بالحتة دي بسيط خالص ولازم تريحيه بإيدك. انا حاطه لكم مقاس الاكياس اهي، ميديم 38 في 25. ودهنت الفراخ معلقه سمنه كده فوق الوش. سمنه بس، ولا صلصه ولا اي حاجه، وهتطلع متحمره كده زي ما شفتوها. بدرت الاكياس بالدقيق وفضيت الدقيق. وقصيت كده الاكياس. مهمه قوي الاكياس الحراريه، لو بتعملوا فيها دبابيس فراخ وراك اي حاجه لازم تعملوا خطوه ان انتوا تبدروها دي عشان الجلده ما تتفصلش معاكم. حطيت فيها كوبايه ميه مغليه وقعدتها بالظبط على 200 لمده ساعه ونص. جبت معلقه سمنه وشويه لوز وزبيب، قلبتهم تقلبتين تلاتة كده عشان احطهم فوق وش رز، ودي خطوه اختياريه. اجيلكوا بقى لخطوه الرز. انا قلت لكم هاخد نص كميه الرز لان الفرختين بياخدوا حشو بالظبط كوبايه ونص. انا حطيت هنا معايا 3 كوبايات رز لان احنا هنا بنحب الرز ده تحت الفرخه بيبقى طعمه تحفه. فانا زودت الكميه، لكن انت لو عايزه المقدار بالظبط اللي انت هتستعمليه، الفرختين هياخدوا كوبايه ونص. طب هتعملي فرخه يبقى كوبايه الا ربع. بص، قايله لكم المقادير بالملي، وقايله لكم السوا. كل تكه او كل تفصيله حتى لو بسيطه، يعني كل حاجه عايزين تعرفوها عرفتها لكم. شايفين ما شاء الله الفراخ دايبه والرز مستوي وتحفة. وصفة ناجحة جدا، جربوها واكتبوا لي رأيكم.